سباق انتخابي عاد مرة أخرى لكونه استحقاقا دستوريا مع ترقب انتخابات مجلس النواب العراقي. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في برنامج صوتك أمانة. هذا البرنامج يستضيف المرشحين، يناقش رؤيتهم وبرامجهم وسقف طموحاتهم. ضيفي وضيفكم في هذا البرنامج الشيخ والمهندس حيدر صخيل محمد. حياك الله شيخ. حياك الله استاذ. في البدء تحدثنا عن كمرشح للانتخابات. أهالي السماء وحابين يعرفون من هو الشيخ والمهندس حيدر صخيل محمد. إني المهندس حيدر صخيل محمد من مواليد 1973، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من محافظة المثنى. حدثنا عن ائتلاف الأساس العراقي، ما هو الائتلاف وما هي أبرز شخصياته ومن من يتكون؟ الائتلاف العراقي الأساسي أسسه الأستاذ محسن المندلاوي، نائب رئيس البرلمان الأول. السبب الأساسي لاتخاذك خطوة الترشيح نحو انتخابات مجلس النواب العراقي؟ السبب الأساسي هو وضع المحافظة المزري، حقيقة وضع محافظة يفتقر لكل شيء، منها الخدمات والفقر. يعني محافظة المثنى المحافظة الأولى بالفقر، فوق خط الفقر، يعني 52% خط الفقر في المحافظة. هذا اللي شجعني لأخدم أبناء محافظتي. هل لك جولات ميدانية في محافظة المثنى من تعاني؟ أبرز المشاهد؟ لي جولات كثيرة بالمحافظة حسب عملي. يعني محافظة فيها الكثير من الخيرات لكنها فقيرة جدا. محافظة المثنى لحد وقتنا هذا مستشفى ما بها، يعني مستشفى من ما قبل 2003 لحد الآن لم يبنى مستشفى في المحافظة، لا مستشفى نسائية ولا مستشفى عام، وباقين على مستشفى غير صالح للبشر ومستشفى متهالك وخارج عن الخدمة، غير الخدمات الباقية من صحة وكهرباء وماء وزراعة وصناعة. كل هذه فيها مشاكل كبيرة وأتمنى نحلها إن شاء الله. حدثنا عن عملك في مجال الكهرباء وما هي أبرز الإنجازات التي قدمتها؟ الكهرباء لدي شركة اختصاص كهرباء ثانية وإنشائية رابعة. عملت كثير من المشاريع الكهربائية، منها المحطات الثانوية والمحطات الأرضية والكهرباء الهايتيشن واللوتيشن والخطوط الكهربائية والقابلوات. وأيضا عملت أعمال إنشائية كأبنية، مراكز، وكثير من المقاولات، والحمد لله توفقت بها ولم يسجل علي أي خطأ أو تلكؤ بعملي. حدثنا عن المواقف الصعبة أثناء ترشيحك للانتخابات. المواقف الصعبة مهما تكون صعبة هي سهلة علي، ما دام أنا أطمح لانتشال المحافظة من الفقر، وأطمح لجعل المحافظة إن شاء الله محافظة أولى بالاستثمار. وهمي الوحيد هو البيت السماوي والعائلة الكريمة السماوية. شيخنا، كيف تعمل على تحقيق الأهداف التي وعدت الناس بها؟ الهدف صعب جدا لكن ليس مستحيل إن شاء الله، بالحكمة وبالتضافر الجهود لكافة أبناء المحافظة وكافة البرلمانيين. إن شاء الله نعمل لإكمال الأهداف وللاستثمارات داخل المحافظة. والمحافظة غنية جدا بكل ثرواتها الطبيعية والصناعة. المحافظة الوحيدة التي تمتلك أكبر عدد من معامل الإسمنت، والمعمل الوحيد ربما الوحيد أو الثاني في الشرق الأوسط للأملاح
بالمحافظة، فالمحافظة غنية لكن شعبها فقير مع الأسف. أولوياتك في حال انتخابك لمجلس النواب العراقي؟ والله أولوياتي الحقيقة أنا أولوياتي الكهرباء، يعني أحب الكهرباء إن شاء الله، أحب أطور من واقع الكهرباء بالمحافظة وأبدل هاي الخطوط التعبانة وأعمل على إزالة الخطوط ال11، وأتمنى المحافظة تكمل خطوط ال33 وتنفي الخط ال11 لأنه خط ذو مفاقيد ومتاعب واستهلاك وبذر بالأموال بدون فائدة. وإن شاء الله استثمارات للطاقة الشمسية وكثير من المشاريع ببالي، وعندي عدد من النقاط الكثيرة التي إن شاء الله تجنب انقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة. شيخنا، موقفك من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ والله القضايا الاقتصادية ينتابها كثير من الفساد حقيقة. نعم. فإن شاء الله نحاول في شتى الطرق القضاء على الفساد الإداري والمالي في المحافظة. أما الحالة الاجتماعية أو الموقف الاجتماعي، نتمنى أن نخلق أكثر فرص عمل للشباب والنساء وانتشالهم من الفقر بإذن الله. كيف ترى دورك في تنمية الاستقرار في البلاد؟ دوري دور كل مواطن يحب وطنه. أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقني أن أخدم شعبي بكافة الجوانب، جوانب اقتصادية اجتماعية سياسية، وإن شاء الله إذا البلد الله سبحانه وتعالى أبعد عنا المحاصصة إن شاء الله يكون بلد مستقر، بلد مزدهر، بلد ذو استثمارات عالية، ومن الله التوفيق. شيخنا العزيز، في الختام ما هي رؤيتك في أو طموحك اللي تمنيته في وصولك إلى مجلس النواب العراقي؟ والله طموحي أنا حقيقة طموح كل عراقي شريف يحب وطنه. طموحي بأن العراق يصبح من أحسن البلدان، وخاصة البلدان المجاورة إنه، لا البلدان المجاورة منا أغنى من العراق ولا احنا أفقر من البلدان المجاورة. أتمنى إن شاء الله البلد يصعد أعلى وأعلى بجهود العراقيين الغيارة منهم الوطنيين منهم. إن شاء الله بلد ذو مستقبل زاهر، وإن شاء الله الكل تتضافر جهودها لبناء هذا البلد. الشيخ والمهندس حيدر صخيل محمد، شكرا جزيلا لك. شكرا. ضيفا عزيزا في برنامج صوتك أمانة. شكرا جزيلا. أحبتي المشاهدين، إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على أمل ألقاكم في حلقات أخرى. في أمان الله.